مساء الخير، مساء الهنا، مساء السعادة عليكم. اهلا وسهلا بيكم معايا وفيديو جديد على قناة سوبر ماما. اهلا وسهلا بيكم معايا. تعالوا النهارده نعمل شوية جمبري مشويين، حاجة خطيرة جدا، حاجة فاخر من الاخر، طعمة جدا جدا، من غير دخان، من غير شواية فحم. هنشويه على النار كده بطريقة جميلة جدا جدا، هتعجبكم ان شاء الله. ده حوالي كيلو جمبري. هنبدأ بقى ننضف فيه كده زي ما انتم شايفين. هنشيل يا دوب كل الشنبات الموجودة دي. بعد كده بتجيبي خلة كده صغيرة وبنجيب بنص الجمبريه كده وبنطلع العرق ده، نشقها بالسكينة او بالمقص. انا هعمل معاكم واحدة بالسكينة واحدة بالمقص، وانتوا اعملوا الطريقة اللي تعجبكم. بعد كده هنشقها كده زي ما بنشق السمك السنجاري كده. بعد كده هنطلع الرملة اللي فيها كده بمعلقة صغيرة، بإيدنا عادي جدا كده. طريقة سهلة وبسيطة، هي مفيش اسهل من كده. طبعا الجمبري ده انا غسلاه ومنضفاه غير التنظيف دوت. وبعد كده هتشطفيه بقى تحت الحوض بعد ما تخلصي الكمية اللي معانا. ده حوالي كيلو جمبري. انتوا تقدروا تعملوا كمية الجمبري اللي تعجبكم والمقاس الجمبري اللي يعجبكم. مش لازم يكون الجمبري كبير، ممكن اللي بالحجم الوسط هنعمله نفس الطريقة وتعجبكم جدا جدا. زي ما انتوا شايفين كده هنشتل الرملة اللي فيه دي كده، وممكن تحت الحنفية زي ما قلت لكم كده تحت المية، وممكن بايدنا كده. وبعد كده هنشطفه كويس. تمام كده انا هعمل كل الكمية دي. بعد كده بعد ما خلصتها كلها، يلا بينا بقى كده. انا خدتها غسلتها وخليت الجمبري زي الفل. يلا بينا كده، بسم الله على بركة الله، نبدأ كده نتبل الجمبري ونشوف. الكيلو عندي الجمبري هناخد شوية هنعملهم بطريقة وشوية بطريقة تانية. دي كده حوالي ليمونتين دول كده، بسم الله الطريقة بتاعته. تتبيلته ليمونتين، وادي معلقة توم مفروم صغيرة، وادي معلقه هريسه الشطه. لو عجبكم الفيديو النهارده عايزاكم تحطوا لي احلى لايك واحلى كومنت وتقولوا لي ايه رايكم. ادي الملح، وادي معلقه بابريكا، وادي شويه كركم. كركم في الجمبري جميل جدا جدا هيعجبكم. وادي بهارات سمك، وادي شويه توم باودر. تمام كده، دي احلى خلطه. بعد كده هنقلب الكلام الجميل ده كله كده مع بعضه. الطريقه دي هتعجبكم جدا جدا، خصوصا لما بتشقوا الجمبري كده زي ما شفناه مع بعض. الجمبري من جوه بيتبل كده وبيبقى طعمه خطير جدا هيعجبكم. بعد كده هتجيبي بقى اسياخ الشيش طاووق، او ممكن ترصصي في صينيه، اي حاجه. لو مش موجود اسياخ عادي ممكن ترصصوه في صينيه. تمام كده. بعد كده هنشوف بقى هنعمل ايه. هنلف الجمبريه زي ما انتم شايفين كده، ونبدا كده نشبكها من عند الديل لغايه ما فوق بالشكل ده كده عشان ما تفكش مننا. زي ما قلت لكم ممكن على اسياخ وممكن في صينيه، المتاح عندكم. بعد كده هنبدا بقى نرصصه كده زي ما انتم شايفين. سيبي كده عفوا جزء من اسياخ الشيش كده عشان تقلبي بيها على النار. تمام كده. لو وصلتوا لهنا صلوا على النبي محمد كده وسيبوا لي كومنت. عايزاكم ترفعوا لي الفيديو ده حلوين وعلوا المشاهدات معايا كده. المشاهدات عندي قليله جدا جدا. حاولوا كده يا حلوين تقولوا لي ايه رايكم في الطريقه الجميله ديت كده وتجربوها، ويا رب ان شاء الله تعجبكم. بعد كده هنعمل سيخ كمان بنفس الطريقه. زي ما قلت لكم مش لازم حجم الجمبري يكون كبير، اي مقاس للجمبري ممكن تعملوه بالطريقه دي. تمام كده. بعد كده بقى هنشبكهم في بعض زي ما انتم شايفين كده. هنعمل كمان طريقة تانية مش حابب يشوي على الشواية. هعمل لكم طريقة تانية في الفرن وانتوا اعملوا اللي تريحكم، والاتنين بيطلعوا نفس النتيجة. اما على الاسياخ كده، اما الطريقة التانية اللي هنعملها مع بعض ان شاء الله. طريقتين احلى من بعض، يا رب تعجبكم الوصفة ان شاء الله. تمام كده بالطريقة دي كده. وبعد كده تعملي الكمية اللي انت عايزاها. انا هنا هعمل نص الكمية. بعد كده نص الكميه التانية زي ما انتم شايفين انا عملت اللهم بارك حوالي 5 اسياخ اهو. بعد كده الكميه التانية هنعمل ايه؟ هنجيب قارب من ده، القوارب اللي تعجبكم، ممكن صينيه عادي يعني. بعد كده هننزل فيها بشويه جمبري كده بشويه خلطه، وهندخلهم الفرن زي ما انتم شايفين كده. هجيب قارب كمان وهتفرغ فيه بقيه الكميه. ممكن نطعمهم كده وناخد لهم لو عندنا كابوريا. انا هنا هضيف كابوريايه واحده بس، هقسمها بالنص كده
وهحط نص ونص كده فيها، يا دوب كده هتغير الطعم كده وتدي تيست يجنن جدا. بعد كده بقى زي ما انتوا شايفين كده نزلنا عليها بالميه الخلطه بتاعتها، وهم جدا هتعجبكم جدا جدا. بعد كده هنحط القريبين دول في الفرن. تمام كده، ويلا ناخد الاساخ الجميله كده ونروح على الشوايه. زي ما قلت لكم اي شوايه مش موجود شوايه عندنا، نعمل صينيه وتدهنيها زيت او تفرشي فيها ورقه فويل وترصصوا الاسياخ زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بنشويه، مش بيغيب على النار، بيقعد حوالي 5 دقايق مش اكتر، عشان ما يشدش معانا يا حلوين، وتاكلي احلى جمبري مشوي. تعالوا بقى كده نعمل طبق سلطه جامد جدا كده جنب شويه الجمبري دول. هنا قطعت طماطم، خيار، فلفل الوان، الموجود عندنا يا حلوين هتعملوه. تقدري تعملي طبق السلطه بالحاجات اللي انت عايزاها. بعد كده هنحط لها الملح، وادي شطه. تمام كده، وادي شويه بهارات توم. السلطه المتبله دي جنب الجمبري المشوي حاجه خطيره جدا. وادي شويه زيت عادي او زيت زيتون، بس لو زيت عادي يا حلوين يعني يكون حاجه نظيفه، او زيت زيتون. بعد كده هنعصر ليمونه. بس كده خلاص عملنا مع بعض احلى طبق سلطه خطير جدا جدا جنب المشاوي. زي ما قلت لكم كده اعملي سلطه الوان كده عشان يبقى الطعم عفوا الشكل حلو كده. مفيش خلاص، قطعوا الموجود عندنا. بعد كده هنفرش شويه بقى في الطبق كده عشان ننزل عليهم الجمبري اللي اتشوى. ريحه الجمبري المشوي على الشوايه خطير جدا جدا، واللي في الفرن كمان، الوصفتين احلى من بعض، اعملوا اللي تعجبكم. تمام كده. بعد كده فرغت شويه السلطات الباقيين كده، وادي الجمبري اللي على الجريل، اللهم بارك، خطير جدا. ما تنسوش يا حلوين ما تغيبوش على النار، مجرد ما لونه اتغير كده ودخل في درجه التسويه عشان ما يشدش معانا. تمام كده. في الاثناء دي انا عملت جنبها شويه طحينه. انتوا ممكن تعملوا بطاطس محمره، تعملوا سلطه بطاطس، يعني تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه جنب الجمبري. تمام كده. انا هنا عملت شويه طحينه، مش قادره اقول لكم الوصفه ريحتها خطيره خطيره خطيره. حاولوا تجربوها كده وتقولي لي ايه رايكم. ادي الطحينه، وتقريبا كده الجمبري اللي في الفرن خلص اهو، شايفين اللهم بارك. بجد الكابوريا، ريحه الكابوريا مع الجمبري خطيره جدا جدا جدا. بنسيبه في الفرن كده لغايه ما يتشوي تماما، والميه بتاعته اللي هي الصوص اللي تحت دي بتنشف. نفس طعم الجريل تقريبا. يبقى احنا معاكم اهي وصفتين، اما هتعملوه في الفرن اما لا هتعملوه على الجريل. يبقى احنا عملنا النهارده احلى جمبري مشوي بدون تدخين. يا رب الوصفه تعجبكم.